يا صباح الأخبار والأسرار اللي محدش يعرفها. العالم ده فيه بلاوي لو شفتها بعينك مش هتصدق إنها بتحصل. النهاردة إحنا هنخترق حدود المنطق وهنروح لأماكن في أفريقيا بتعمل حاجات مستحيل عقلك يصدقها، وهنشوف أكلات في إندونيسيا هي أقرب للانتحار. ومش بس كده، ده إحنا هنشوف ذكاء حيواني بيحاكي البشر وخدع بصرية بتلعب بالعقل وبتجنن أي حد يشوفها، لحد ما نوصل لتحدي مرعب لقوانين الجاذبية والفيزياء. ركز في كل دقيقة لأن اللي هتشوفه دلوقتي هيخليك تعيد حساباتك، ويلا بينا. تعال بقى أوريك أغرب طريقة ممكن يستحمى بيها أي حد، واللي هتشوفه دلوقتي ده بيحصل فعلا في الحقيقة. الناس في أفريقيا بسبب قلة الموارد ومفيش صابون طبعا، الناس بتستحمى بالرمال أو بالتراب زي ما انتوا شايفين. بس اللي لازم تعرفوا إن الموضوع ده مش مجرد بديل للصابون وخلاص. الرملة الخشنة دي بتعمل عملية صنفرة طبيعية وبتشيل كل الجلد الميت. وفي بعض المناطق التراب ده بيكون فيه معادن معينة بتساعد في حماية الجلد من الحشرات وشمس أفريقيا اللي بتشوي، يعني نظافة وحماية في نفس الوقت. ومن نظافة الجسم تعال نشوف أغرب أكلات غابات إندونيسيا. تعال بقى أوريك النهاردة أغرب الأكلات اللي بتجربها الناس، واللي بتكون عبارة عن ورق التين الشوكي. أيوة يا سيدي، الورقة اللي بتكون مليانة شوك دي الناس في إندونيسيا بتقطعها وبتاكلها عادي جدا، وبتقولك إنها مليانة فوايد، وبيقولوا كمان إنها بتفيد الجهاز الهضمي وبتقوي كمان عضلة القلب. واللي كتير ما يعرفوش إن الأكلة دي اسمها نوبال، والورق ده عبارة عن منجم ألياف طبيعية، يعني بيمسح السكر والدهون من الجسم مسح، لدرجة إن في ناس بتعتبره سكر فود لأنه بيحمي الكبد وبيهدي أي التهابات في الجسم. يعني هو شوك من بره بس كله حنية من جوه وصحة للي قلبه جامد وياكله. سيبك بقى من أكل الصبار وتعال نشوف أذكى سمكة في مصر. تعال بقى النهاردة أوريك أغرب سمكة موجودة في مصر واللي بيسموها ريكو. السمكة دي يا سيدي نوع من أنواع الدلافين، والغريب إنها بتسمع كلام الناس وبتعمل كل حاجة هم عاوزينها، لدرجة إن المشاهير دلوقتي بيروحوا يتصوروا معاها وبتعمل لهم حركات غريبة بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دي. واللي لازم تعرفوا إن ذكاء ريكو ده مش من فراغ. الدلافين دي عندها قدرة استيعاب بتوصل لدرجة إنها بتفهم لغة الإشارة وبتحس بمشاعر البني آدم اللي قدامها، لدرجة إن العلماء بيقولوا إن مخ الدولفين ده تاني أعقد مخ في العالم بعد مخ الإنسان على طول. يعني انت مش واقف قدام مجرد سمكة بتلعب، انت قدام عبقري من أعماق البحر. سيبك بقى من ذكاء السمك وتعال نشوف أغرب خدعة في الشارع. تعال بقى أوريك أكبر خدعة بيضحكوا بيها على الناس، والخدعة اللي قدامك دي منتشرة في العالم كله وبيعملوها في الشوارع كمان، وهي عبارة عن خدعة التوازن. أيوة يا سيدي، الشخص اللي قدامك ده واللي متعلق في الهوا بيتدرب عليها وقت طويل جدا عشان يعرف يقف الوقفة اللي انت شايفها قدامك دي، وده طبعا بيكون سر الخدعة بتاعته. واللي لازم تعرفه إن السر كله مش في القوة الخارقة ولا حاجة، الموضوع كله عبارة عن هيكل حديد مخفي تحت لبسه ومتركب في العصاية اللي ماسكها. الهيكل ده عامل زي الكرسي بالظبط بس انت مش شايفه، يعني هو في الحقيقة قاعد ومستريح خالص وانت اللي فاكره طاير في الهوا. هي دي الصياعة بقى. سيبك بقى من الخدع وتعال نشوف بطل العالم. لو انت بقى من الناس اللي بتحب الموتوسيكلات، بعد ما هتشوف مقطع النهاردة هتغير رأيك تماما. الشخص ده يا سيدي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بيقف على الموتوسيكل وكمان على سلم، مش عاوزك تستغرب، وده اللي خلاه دخل الموسوعة. والمعلومة هنا إن البطل ده اسمه شوكانديب سينج من الهند، والراجل ده مش بس واقف على سلم، ده كسر الرقم القياسي لأطول مسافة وهو واقف حافي على سلم فوق الموتوسيكل وهو ماشي. يعني لا توازن بشري ولا أعصاب عادية، ده عامل زي اللي راكب الهوا وماشي بيه. والسر كله في تثبيت عضلات رجله اللي بقت زي الحديد من كتر التدريب. سيبك بقى من الموتوسيكلات وتعال نشوف أغرب أكلة في الصين. تعال بقى أوريك أكلة الشبشب اللي مشهورة جدا في الصين وفي اليابان. بيعملوا اختراعات غريبة جدا لدرجة إنهم جايبين اسطمبات على هيئة شبشب بالظبط، وبعد كده بيعملوا جواها الفطير زي ما انتوا شايفين. واللي هيجننك إن الاختراع ده قالب الدنيا دلوقتي في شوارع الصين وتايلاند، ومعروف عالميا باسم كروكس وافل. يعني تخيل كده تروح تطلب جوز شبشب بس مش عشان تلبسه، ده عشان تاكله بالهنا والشفا. الفكرة بدأت كفيديو هزار على تيك توك وقلبت لبزنس وترند مكسر الدنيا، والناس هناك واقفة طوابير عشان تدوق طعم الشبشب اللي بالكريمة والشوكولاتة. وبس كده يا سيدي، وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتك الرحلة السريعة دي من أكل الصبار لحد شبشب الوافل، ما تنساش تعمل لايك وتكتب لي في التعليقات إيه أكتر مقطع صدمك النهاردة. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، انزل دلوقتي وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.